السلام عليكم. كنتمنى انني نلقاكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله وصفه جديده نقدم لكم فيها بسبوسه الشوكولا اللي كتجي معلكه بواحد الصوص اللي هائله، ما غاديش تشبعوا منها نهائيا، مذاقها رائع وكذلك التعليكه ديالها غزاله. كنتمنى انكم تتابعوا الفيديو الى الاخير باش تشوفوا الخطوات، تشوفوا المقادير اللي هما اهم حاجه في هذه الوصفه. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا فيهم 2 ديال البيضات اللي ضروري يكونوا في درجه حراره المطبخ، كاس من السميد الناعم يعني السميده تكون رقيقه، غنحتاج منها كاس اللي هو 100 غرام، ياغورت بالوزن ديال 110 غرام اللي يكون بنكهه الفانيليا، ما تستعملوش البنان، واهم حاجه ان الياغورت ديالكم يكون عاقد، بالاضافه الى 14 او 15 غرام من الكاكاو، يعني كل ساشي او كل كيس كيحتوي على 7.5 غرام. عندي كاس الا ربع من الزيت، كاس الا ربع من السكر حبيبات، وكاس من الدقيق الحلويات 100 غرام، بالاضافه الى 2 ديال الاكياس من خميره الحلويات. بالنسبه للدقيق فهو خصو يكون نص العبار، كاس ديال السميد، كاس ديال الدقيق، حيت عندي هنا 2 ديال البيضات. اما الا استعملت 3 البيضات فغنستعمل كاس ونص ديال السميد. هنا في هذا الاناء غنستعمل او غندير 2 بيضات هما الاولين، وغادي نضيف ليهم السكر حبيبات الوزن ديالو 110 غرام. بالنسبه للسكر هنا استعملته بني، يمكن تستعملوا الابيض يعني راه بحال بحال، استعملت البني حيت توفر عندي. غنضيف ليه كاس الا ربع من الزيت اللي هو تقريبا 100 ملي بالعبار ديال كاس العنبه. حنا بالنسبه للعبارات كاملين اللي عطاتكم بالعبار ديال كاس العنبه، بالاضافه الى الياغورت غنضيفه هو الاخر، وغادي ندمج المكونات حتى يتخلطوا مزيان مع بعضياتهم، وهذاك الياغورت يتخلط او يندمج مع الخليط، ما يبقاش دوك الحبيبات ديال الياغورت في هذا الخليط هذا. بعدها غادي نضيف الكاكاو، يعني 2 ديال الاكياس ديال الكاكاو نوعيه جيده باش يعطيكم واحد المذاق زوين. من الافضل مابقاش تستعملوا او ما تستعملوش هذاك الكاكاو اللي تيكون ديال العبار، كيكون المذاق ديالو مر لواحد الدرجه ما تيكونش فيه النكهه، اما هادو ديال الاكياس فتيكون فيه واحد المذاق اللي زوين. من بعد ما ضفت الكاكاو غنضيف كاس ديال دقيق الحلويات اللي الوزن ديالو كي قلت لكم 100 غرام، غادي نخلط مزيان حتى يندمج، وغنضيف كاس ديال السميد اللي كذلك الوزن ديالو 100 غرام، قد السميد قد الدقيق. غنخلطهم مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم، وحاولوا انكم تخدموا الخليط مزيان باش ما خدمتوا الخليط بالخلاط اليدوي، هادشي الا استعملتوا الخلاط اليدوي باش ما خدمتوا الكيك باش ما كيجيكم زوين، كما قلت لكم في الفيديو السابق ديال الكيك ديال الحامض، باش ما خدمتوا الكيك باش ما القوام ديال الكيك يجي رائع. اما الا كان عندكم الطراب الكهربائي فهو تيسهل عليكم الخلط. بعد ما ندمج لك مكونات مزيان مع بعضياتهم غنضيف 2 ديال الاكياس ديال الخميره الحلويات اللي الوزن ديال كل وحده فيهم 7 غرام، اي المجموع 14 غرام. غنخلطهم مزيان مع الخليط حتى يندمجوا او حتى يتخلطوا مع الخليط ويدخلوا فيه. ثم ناخذ واحد الاناء او واحد المول اللي كيدخل الفرن، المول العجيب استعملت هنا حيت غنستعمل في الكيك كريمه، داكشي علاش استعملت المول العجيب. غندهنو بالزبده ونرشو بالسميد، ثم غنصب فيه الخليط ديالي، ونحاول انني نضرب هذاك المول باش ينزلوا هذاك الخليط ديالي ينزل حتى في دوك التحت ديال المول. ثم غناخذ واحد الملعقه وغادي نحاول انني نخوي هذاك الوسط، يعني الوسط ديال الكيك او الوسط ديال المول، نحيد منه الخليط او نقص منه الخليط باش الكيك فاش ترتفع ليا ما ترتفعش بزاف من الوسط، خصها تجي مسطحه، يعني وجهها مسطح من الفوق، باش فاش نحطها في الصحن
ما تهرش ليا من الفوق ديال الكيك. يعني فاش قلبها بهذه الطريقه هذه، حيت الا كان عندها ديك خارجه لها ديك الفقاعه من الفوق فغادي تهرس معكم. اما اذا كانت مسطحه فراه غادي تجيكم مزيانه في التقديم. هنا كدا تلاحظوا راه الكيك تيجي خفيف بلا ما تضيفوا ليه اي اضافه، راه كيجي خفيف ورائع. بالنسبه هنايا للسقوه او السيرو اللي غنسقي به الكيك، فغنحتاج كاس صغير من الماء، 2 معالق كبيره من السكر حبيبات اللي هي تقريبا 20 غرام، كذلك كيس من الكاكاو اللي الوزن ديالو 7.5 غرام. بالنسبه للماء فاستعملت هنا تقريبا واحد 100 ملي، يعني كاس صغير. الا عبرنا بكاس ديال العنبه غنحتاجو كاس الا ربع. غنوضعو فوق النار حتى يغلي مزيان وتخلطوا المكونات. عاد غادي نسقي به هاد الكيك هادي، غنسقي غير الوسط، اما الاطراف او الجوانب فما غنسقيهمش. راه فاش تسقيو الوسط راه كيدوز بطبيعه الحال هاد السيروم حتى الاطراف او حتى الجوانب ديال الكيك. بعد ما غنسقي الكيك مزيان بهذا السيرو كامله، غندوز باش نوجد معانا الكاناش او الكريمه اللي غتجي فوق الكيك، اللي غنحتاج فيها 2 ديال الكؤوس يعني صغار ديال الحليب تقريبا 200 ملي، 3 المعالق ديال النشا 30 غرام، 2 او ملعقه عفوا كبيره من السكر حبيبات 10 غرام. عندي هنا كيس ديال الفلون بنكهه الشوكولا، الوزن ديالو 2.5 غرام، بالاضافه الى تقريبا عندي هنا واحد 110 غرام ديال الشوكولا تكون نوعيه جيده باش تعطيكم واحد المذاق زوين في الكيك ديالكم. هنا غناخد الخليط او النواشف ديالي هما الاولين، غادي نحطهم في الكاسرون وغنبدا نضيف الحليب بشوي بشوي باش هذوك النواشف ما يتكتلوش نهائيا. بعد ما يذوبوا ليا غادي نضيف الكميه الاخرى او المتبقيه من الحليب وغنخلط مزيان ونوضعه فوق النار حتى يتقال ليا الخليط مزيان ويولي الشكل ديالو بهذا القوام هذا. ثم غنضيف مباشره وهو سخون كي حيدتهم فوق النار، غنضيف ليه الشوكولا وغادي نخلط بسرعه. الشوكولا غادي تذوب ليا من بعد ما تلاحظوا انها ذابت مزيان، غادي تخويو الخليط مباشره فوق الكيك، ما تسناوش عليه، حيت بمجرد تسناو غير شوي غادي داك الفلون يجي تجمد لكم وغيجي القوام ديال الكريمه ثقيل. اما الا كبيتوه في ديك اللحظه يعني هو سخون فراه غادي يساعدكم الكريمه او تساعدكم الكريمه باش انها تقاد على وجه ديال هاد الكيك. بعد ما نخوي الخليط كامله غنوضع الكيك ديالي في الثلاجه حتى تبرد ليا تماما، يعني ما بين 2 حتى 3 سوايع. بعد ما تبرد مزيان تيبقى تزيين حسب الرغبه، اما دوزو عليه بخطوط الشوكولا، اما غديروا بحالي. انا استعملت تقريبا واحد 2 معالق من الحليب، ضفت ليها 50 غرام ديال الشوكولا، تقريبا شي 5 الحبات او 6 ديال الشوكولا، وغادي توضعوها فوق النار حتى يذوب معكم الحليب بالشوكولا، ثم غنوضعهم مباشره فوق الكيك او فوق الوجه ديال الكريمه. فبالنسبه لهاد الخطوه هذه راه ماشي ضروريه، راه التزيين تيبقى اختياري. انا التزيين اختاريته بهذه الطريقه هذه، راه هي الكريمه بوحدها راه كيجي مذاقها هائل بلا ما تضيفوا لها الشوكولا من الفوق. كيف ما يمكن لكم تضعوا خطوط ديال الشوكولا كي قلت لكم في البدايه، خطوط عشوائيه بالاضافه الى بعض شرائح ديال اللوز افيلي. كيجي هذا هو الشكل ديال الكيك من بعد ما وجدت معنا، لا شكلا ولا مضمونا كتجي هائله رائعه، ما غتحشمكمش نهائيا مع الضيوف ديالكم ومع الاحباب ديالكم، راه كتجي معلكه بزاف. كيف قلت لكم احسن بكثير من البسبوسه العاديه، يعني البسبوسه اليوميه اللي كنديروا بالبرتقال. هذه راه كتجي معلكه بزاف ولذيذه. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم. شكرا بزاف على المشاهده، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ومع السلامه.